في ليلة ممطرة وجد سامي كيسا صغيرا أمام باب بيته. فجأة همس صوت خافت في أذنه: ازرعني واصبر. تابع معنا القصة حتى النهاية لتعرف ماذا حدث للبذرة الغامضة. في ليلة ممطرة وجد سامي كيسا صغيرا أمام باب بيته. فتحه ووجد بذرة غريبة، نصفها يشبه الحجر ونصفها الآخر قلب ينبض ببطء. فجأة همس صوت خافت في أذنه: ازرعني واصبر. رغم خوفه غرسها سامي في ركن بعيد من حديقته. كان يزورها كل يوم، يسقيها وينتظر، لكنها لم تتغير. مر أسبوع ثم شهر، وبدأ يظن أنها مجرد حجر لا قيمة له. وفي ليلة نفد صبره تماما، اقترب ليقتلعها ويرميها بعيدا. لكن قبل أن تلمس يده التراب عاد الهمس نفسه ليقول: أقرب لحظة للثمرة هي التي تسبق اليأس. تجمد سامي في مكانه وتراجع. في صباح اليوم التالي وجد برعما أخضر صغيرا يخرج من الأرض. ربما حلمك، هدفك، أو الشيء الذي تنتظره بفارغ الصبر يحتاج فقط إلى القليل من الصبر الإضافي. لا تستسلموا الآن. أتمنى لكم أسبوعا مليئا بالأمل والمفاجآت السعيدة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.